أهلا بيكم في خربشة فنية جديدة مع مروة صالح. خربشتنا عن علاقة عبد الحليم حافظ والفنان عبد الغني السيد. الفنان عبد الغني السيد صاحب صوت رخيم ومميز، أطلق عليه لقب البلبل الباكي. حياته المليئة بالأحزان خلقت منه فنان رائع. عمل في بدايته استرجي موبيليا، اكتشفوا الموسيقار زكي مراد والد الفنانة ليلى مراد ومنير مراد، ولعبت الصدفة دور في حياته لما التقى مع الموسيقار رياض السنباطي، ووقع عقد إنشاء شركة بيضافون للإسطوانات، وأصبح أول مطرب يغني في الإذاعة. وفي الثلاثينات من القرن الماضي حققت أغنية نسيتي حبي بعد اللي كان مبيعات كبيرة، وصلت ل1,000,000 نسخة، وده كان رقم كبير وقتها. من أشهر أغانيه على الحلوة والمرة. ومن المفارقات اللي حصلت إن أغنية صافيني مرة اتعرضت على الفنان عبد الغني السيد، لكنه اعتذر وقال إنها مناسبة أكتر لعبد الحليم حافظ، وغناها عبد الحليم وكانت سبب شهرته. أصيب الفنان عبد الغني السيد بأزمة قلبية أثناء وجوده مع تحية كاريوكا وزوجها، ونقل للمستشفى. وزاره عبد الحليم حافظ وطلب منه عبد الغني إنه يغني أغنية في يوم في شهر في سنة، وغناها عبد الحليم وهو متأثر جدا بمرض عبد الغني. وتوفي عبد الغني السيد، وفي حفلة للجيش أحياها الفنان عبد الحليم حافظ، غنى أغنية في يوم في شهر في سنة وأهداها لروح الفنان عبد الغني السيد. رحم الله فنان الزمن الجميل. كنت معاكم أنا مروة صالح وخربشة فنية.